أثار الثنائي إيدر ميليتاو وكريم بنزيما القلق في فريق ريال مدريد خلال المواجهة أمام فالنسيا بمنافسات الدوري الإسباني. وتغلب ريال مدريد على فالنسيا بهدفين دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة ال17 للليغا مساء الخميس. وشهدت المباراة استبدال إيدر ميليتاو في الدقيقة ال36 للإصابة، وشارك كارفخال بدلا منه. كما وتم استبدال بنزيما في الدقيقة 60 ليحل رودريغو بديلا له. وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أنه حتى انتظار الفحص الطبي. إصابة ميليتاو تبدو إصابة عضلية، وتعد إصابة ميليتاو مصدر قلق مع استمرار غياب ديفيد ألابا الذي يعاني هو الآخر، والتي تعرض لها قبل سفره إلى الرياض للعب كأس السوبر الإسباني. وبالنسبة لبنزيما فقد وضع الفرنسي يده على ركبته وطلب التغيير وغادر وهو يعاني من بعض الانزعاجات وشعر بالألم. تأتي تلك الإصابات قبل مرحلة مهمة لريال مدريد مع جدول مباريات مزدحم للنادي الملكي، والذي يلاقي مايوركا يوم الأحد المقبل ثم يسافر إلى المغرب استعدادا لمباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية، حيث يواجه الفائز من مباراة الأهلي المصري وسياتل ساوندرز الأمريكي. ثم هناك مباراة ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وسيخوض مباراة الذهاب على ملعب أنفيلد في إنجلترا، ولديه أيضا مواجهتين في نصف كأس العالم، ملك إسبانيا أمام برشلونة.